دي فنانة يا عم حشمت اسمها الفنانة رندا البحيري. انت فنانة يا فنانة رندا؟ لا شبهها. استاذة رندا، اتفضل. ايش اكبر طموح حياتك في الحياة دي؟ اكبر طموح، انا عايز طموح واحد، طموح واحد فيش غيره. اكبر طموح ليك الستر ايه هو؟ الستر الستر والصحة. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم حشم؟ الله يعزك يا ست البنات، تسلم وتعيش. يا سلامتك. رب. الله يسلمك عليه. انا عارفة ان رجلك تعبانة. الله، امال هو اللي احمد نور الدين طلعنا ترند ولا ايه؟ ايه ده ما شاء الله انت طالع استبارك. ترند. السلام كابتن عليكم. احمد حمدي معانا. ازيك يا لا ولد، عامل ايه؟ اخبارك يا وعم فنان؟ حشمت معانا. اهلا وسهلا، كيف؟ ده ترند يا عم حمدي، انت مش عارف ولا ايه؟ اهلا يا حاج احمد، اهلا وسهلا. هلا راجع ورا، راجع ورا عشان يتخن نفسه. لا مش حاج وانت اصلا لو قمت دلوقتي تمام. لا عادي يا استاذ، اسم انجليزي عادي، فيش مشاكل، بس يعني حدش احسن من حد. من فين يا حاج احمد؟ انا بحاول اكبر، مش عارف اكبر، بحاول اكبر. انت من فين انت؟ لهجتك مصريه، لهجتك مصريه. انا من سوهاج. يعني انت عايش في مصر ولا في سوهاج؟ لا، عايش في دبي. عايش في دبي. طب عارف ممشى اهل مصر الجديد؟ بصراحه لا. لا، اول ما تنزل مصر اسال عن ممشى اهل مصر، انت هتلاقي اللي عندك. اشهر كافيه هناك. اشهر كافيه ده بتاعنا، كافيه العم حشمت، مشهور جدا في ممشى مصر. حبيبي اتشرفت بيك والله. لازم انت تيجي اردني؟ تشرفني، اعزمك على عصير كوكتيل لازم. حبيبي لازم انزل في العيد مصري، لازم نجي لك. ما الفنانة رندا البحيري. انت فنانة يا فنانة رندا؟ لا شبهها. خلي بالك ده مشهوره ثواني قوي. بس ثواني، عشان انا من بتطلع ساعة في لي 6 سنين التلفزيون. مفرق الشاشة العربية. شغال في الشاشة التليفونية. بقول يا لك مرحبا بيطلع بك في يا فنانة، والله يا التلفزيون، مرحبا. بيطلع في التلفزيون. ايوه، لا كل الناس كتبت لي بس فنانة. بصي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها باين شكلك عليها جديد. حتى. عاملة ايه يا روح قلبي؟ عاملة ايه؟ بس بصي وحشتيني. وانتي والمصحف وحشتيني قوي. انت كده كويسة؟ في ايه؟ انا كويسة طول ما انتي كويسة طبعا. انا اعرفك على كابتن احمد حمدي. هاي يا وعم عمو. حسن. اهلا يا وسهلا، عمو، ازيك يا مساء الخير حبيبتي؟ يا عمو. وعمو عمو. دوت اسمه ايه؟ احنا لا اتنين عمو مش عمو واحد. حمدي، لا هي صغنونة، هي صغنونة، بس هي يعني الكاميرا بتاعتي تكبرني، عمو بس هي حشمت صغنونة حسن بجد. طيب خالص والله. ارحب يا بسبوسة. منور يا عمو، عامل ايه؟ ارحب يا فنانة رندا. عندها امتحانات اليومين دول. انا عاملة لاحمد فولو، عاملة لك فولو، بحب فيديوهات ايه لايفاتك قوي. عملت لك فولو باك يا جميلة. تسلم لي يا عمو، على فكرة انا عندي 19 سنة. العمر ليك، العمر ليك، منورة الدنيا. تسلم لي يا عمو، ربنا يخليك. 19 ما شاء الله، العمر كله والله. تسلم لي. والله انا اكبر منك ب3 سنين، انا عندي 21. العمر كله ليك طبعا. خليك يا عمو، تسلم. يا تسلم. قول لي يا رمزي، صحيح انت كنت بتاخد سندوتشات معاك وانت رايح المدرسة ولا لا؟ ايه ده؟ سندوتشات اه. ما هذا يا روندا؟ القديم. ليه بتفكرني بالقديم استاذ احمد؟ انا نسيت. سندوتشات حلاوة وطحينية وكده. لا نسيت القديم استاذ احمد. انا دلوقتي بقول لك فاتح كافيه في ممشى اهل مصر، ما تقول لي شاء الله ما سندوتشات. شاء الله. بس ايه رايك في بسكوت المدرسة ده؟ كان حلو. انت انت ما حصلتش الكلام ده استاذ احمد جد؟ حصلته وانا عارفه ازاي. لا، لو سنك عدى ال 30 تبقى حصلت الكلام ده. سنك ما عداش 30 يبقى ما حصلتش الكلام اللي انا احكيه لك. طب قول الكلام، انا 32 عامة. عارف ايام زمان سواء قاهره او صعيد، لا يمكن تتعود. في ناس كبيره، في اخلاق، في قيم، في ادب، في احترام. التلميذ على ايامي انا في 5 ابتدائي، على ايامي انا عندي كام يا استاذ احمد؟ عندي 45 سنه، ويمكن العمر اول ليك يا مره. رب. العمر ليك حبيبي. التلميذ على ايامي انا في مصر وفي الصعيد، مجرد ما كان يشوف المدرس جاي في الشارع، ماشي في الشارع، كان يخش لو ما اخذ يتنفض ويطير يتدسى جوا البيت. المدرس مع التلميذ بيكون في اعدادي، ويا ريت سجاير فاضيه، لا شغالين الجماعه مع بعض عادي يعني. سيبها بسبوسة، احنا كده هنفتح عينها على حاجات انجريبنجية، لا خليها كده احلى. لا، وقتكم دلوقتي انتوا يا شباب، غير الوقت شيرين بتاعنا يا استاذ محمد. احمد. بسبوسة شخصية حلوة قوي، ده في كده. اه لا ده هي عايز العب معاك يا حقيقية، بسبوسة. هي ان حقيقية شاء كده الله. بجد.
انا حاسس ان تون صوتها مش بتتكلم. لا انا اتشرفت بيكم كلكم واتشرفت بعم احمد. انا اتفق معاك، خلي بالك انا احب اعمل محتوى. ايه المحتوى اللي ممكن نقدمه دلوقتي يا رمز؟ قول لي للناس. اللي هو شكراً. ما احنا لازم عشان ما نتكلمش معاهم نعمل محتوى، نعمل لهم محتوى احنا الاربعه. نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم محتوى. لازم ما نسكت. احتمال الفكر يختلف، احتمال. طب انا عايزك تسال سؤال لبسبوسه، انا عايز الجيلين تمام. دول يتكلموا مع بعض. حلو. يعني انا اتكلم عن البسبوسه. لا انا اتكلم مع الفنانه رندا. ليه؟ لاني بعد احترام البسبوسه جايز فكر رندا شويه يعني ممكن يكون مقارب للسن بتاعي. السن اوكي بسبوسه ما تخافيش، انت في الامان، انا في ظهرك. في الامان يا بسبوسه. تلاقيه. استاذه رندا، اتفضل. ايش اكبر طموح حياتك في الحياه دي؟ اكبر طموح، انا عايز طموح واحد، طموح واحد فيش غيره. اكبر طموح ليك ايه هو؟ الستر والصحة. حبيبي حبيبي. لما انا عملت لك كده عشان انت جاوبت الاجابه في مكانها. حبيبي حبيبي. مش قلت لك يا استاذ احمد 20 بس هي شكلي داريه 25. ماشي يا شايف فنانه، البطاقة يا انت 25 بس يا استاذ احمد قاريه فكر 45 ايه. خلي حصل. بالك، خليك صاحي. بسبوسه انت خايفه ليه يا بسبوسه؟ مش خايفة والله. بسبوسه انت صوتك، انت عارفه تغني يا بسبوسه؟ لا يا لهوي. اكيد. ماشي ايوه اكيد. اوكي قولي لي يا بسبوسه، لا ما بتخافيش من الضلمه؟ لا. قلبك جامد يعني. طب ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ اكتر حاجة اخاف منها اه انت لسه بتدور. مش عارفة. بدور مع اكيد اكتر حاجة اخاف منها اول حاجة بخاف طبعا من ربنا. اول حاجة يعني. حلو. تاني حاجة اخاف من بابا وماما برضو. حلو. نعم. بس المشكله ان انا حاسس انها بتتكلم بالبطيء يا رندا، انا بوظ الدنيا. مره تانية بتتكلم بالبطيء قوي. عسل ما شاء الله. لا ربنا هي يبارك لك. طريقتها كده، هي طريقتها والله انا كده. بتكلم كده والله. ايوه لذيذه، لا لذيذه والله حبيت. كده طب يا يسعد بسبوسه قلبك يا رب. شكرا. انصحي نصيحه لرندا. نصيحة لرندا مثلا زي ايه؟ إيه، دي بتتغشش منك، بتقولك زي ايه؟ قولي لها هموت تموتيني ناقص عمر. قالت لك مثلا زي ايه؟ ورد يا اخواتي. بصي حاولي تحبي نفسك. واو حلوة قوي. اوف. خليكي رايقة خالص، ما تشغليش بالك بأي حاجة تزعلك. انا انبهرت. طموحة. ايه؟ طموحة. اوكي. تفائلي خير وبعد الصبر جبر. ايه الكلام ده؟ انت مين؟ انت عندك كام سنه؟ 19. 19. ما شاء الله، ده جينيريشن جديد جامد جدا والله. والله الجيل الجديد ده قوي. اللهم صل على النبي. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام جامد. انا والله عجبتني والله قوي. شكرا. انا متاكد. ايه اللي علق يا ديدي؟ مش فاهم. انا متاكد ان الجيل ليه مختلف في كل حاجه في فكره وغيره. غريبه والله ما شاء الله، عندها وعيها مرتفع والله. تسلمولي. استاذ احمد، قول يا برافو عليك. باشا. بص للجيل ده شو بعت له. يا روحي الله سكيور. الله ما شاء الله، ربنا يخليه لك. عامل ايه يا ريس؟ ايه الاخبار؟ حبيبي منور الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. فكرك اذا ادانا عمر ربنا، لو مؤاخذه اخذت سكرين شوت من غير مقصد. ما علينا، خلينا نحتفظ بها للذكريات. والله اخذت سكرين شوت من غير مقصد. استاذ احمد، رزق جيل على فكرة نعم. على فكرة رجلي تعبانة اليومين دول يا احمد. ألف سلام عليكي. هو يا بس هو ما هو تحكيش القصه استاذ رندا ألف لو سلام عليكي. كنتش أعرف. انا أنا متابعاك، انا متابعاك، خلي بالك. لا بس لو حكينا القصه للاستاذ احمد ممكن ما يصدقش. ايه اللي حصل؟ شفتك النهارده الصبح. ايوه تخيل يا استاذ احمد،
امبارح كان سوق يعني اكرمكم الله جميعا، سوق مواشي يعني الاضاحي وكده. تمام. فرايح تمام. اشتري الحاجه بتاعت ربنا، عجل وكده يعني. فالمهم عملت نفسي طبعا انا مستر احمد، ودخلت وسط العجول ويا بوحة الصباح، عمل نفسه بوحة الصباح. عملت نفسي بوحة الصباح ويا واتنطحت. أحمد، يا ريت اتبطحت، يا ريت نطحت. قولي شكرا. هو لو نطحني كان هو تعور، انما عفص علي، عفص علي عفصه يا احمد. يعني عفص والله. علي. عفص علي، وبعد كده ايه، مش عجل بيبي ولا نونو، لا ده فوق ال 600 كيلو ما شاء الله. لا حول، لسه على رجلك. والناس هتضحك، انا بصرخ وبطلع اصوات من لو ماخذه من جميع مكان، والناس هتضحك، مش يشيلوا مني العجل. الف سلام عليك والله. الحمد لله. بس سبحان الله، كويس انه وقع عليه عجل، ده خير، ده خير، ده خلي بالك. سن العشر اللي وريته لك، فكرة يوصل لل 30. ايه مستوى الفكر حيكون، وايه مستوى الدنيا كوجهة نظرك يعني؟ لو قلت تاني كده معلش بعد اذنك. سن العشرة ده اللي انا وريته لك، يعني ادم 10 اعتبره كمان ربنا يدينا العمر يعني 20 سنة. فكرك هل الدنيا هتتغير؟ طبعا انا متاكد ان الجداد دول، بص لو انت ربيت ابنك، بص ابنك ده نسخه منك، حلو، اوعى تطلعه شبهك، طلعه هو. لو طلعته شبهك طبعا هيطلع انت وهو واحد، مفيش جديد، تمام. اما لو طلعته هو هيطلع هو اصلا جيناتك الجديده، هو نسخه منك جديده. لو طلعته هو بشخصيته هو، يبقى هو من دمك بس نوع جديد منك، فاهم حاجه؟ نسخه جديده. فاحنا مشكلتنا ان احنا اتربينا والله برضو ان احنا نربي ولادنا يبقى هم احنا، فيطلع هو انا. لا، انت ربيه انت في الاخلاق، في الاحترام، في الادب، في القيم، ولكن تربيه هو يحب ايه، خليه يعمل اللي يحبه، خليه يعمل اللي يكون هو عايزه، ما تخلوش يعمل اللي انت عايزه عشان ما يطلعش نسخه منك، ما يبقاش في جديد. اما لو احنا اتربينا ان احنا نخلي اولادنا يعملوا اللي هم عايزينه، صدقني يبقى في نسخه جديده مننا. مش عارف تتفقوا مع كلامي ده ولا لا، بس ده اللي انا. لا طبعا متفقين. كلام جميل بجد، كلام جميل. ايوه. بسبوسه في عالم موازي، عايزه تاكل تقريبا. لا والله معاكم عادي. دلوقتي نتصل على سبح كابر يجيب اجمل وجبه البسبوسه. لسه واكله. عايزك اعملهم كده. بس هو ده، انت خلاص بقيت التيم بتاعتي يا بسبوسه. قول لي. حبيبي ما شاء الله 5 اجزاء ورابع حافظ 5 اجزاء ما شاء الله، ربنا يزيدك. رابع ابتدائي ورايح 5 بتقول اجزاء. ايه؟ حافظ 5 اجزاء. 5 أجزاء من القرآن. حافظ 5 اجزاء من القران. هم الثلاثه ما شاء الله، كل واحد فيهم حافظ، كل ما ارتفع السن. والشام. هو طول ما هو مع ربنا اطمن عليه. المهم يا استاذ احمد، نرجع لموضوعنا على طول. وجي يا حبيبي نرجع لموضوع العجل عشان العيد. وجي عفص على رجلي، بس اقول لك انا استعملت مخي يا استاذ احمد. كتفي انا يعني كتفي انا عريض، كتفي انا عريض مليان يعني، واخد بالك انت العضلات؟ حصل. يتضارب كتفي زي كده في بطن العجل، رفعت العجل على كتفي ورميته بعيد عني. احلف بالله. ليه رندا علقت؟ الاستاذه رندا علقت ليه؟ علقت يا بسبوسه، يا حاجه بسبوسه ضحكتك دي، يا حاجه بسبوسه. شكرا يا شيرين، شكرا يا محمد. رندا علقت يظهر يا احمد. انا علقت؟ الاستاذه رندا علقت. مش سامعيني؟ حب كبير يا جماعه. سامعين الصوت بس الصوره ثبتت. بيهزر خلاص، كنت معلقه ورجعتي تاني. ما تركزي يا رندا. ايوه عادي. ركزي. بيضحك لا والله ما بضحك. بسبوسه يلا يا بسبوسه، عايزك تحط لهم الفلتر ده، يلا حط لهم الفلتر ده. عارف. اعملي زي، يلا اعملي زي. استنى، هو فين؟ بسرعه يلا اعملهم كده. ايه ده كمان؟ نعم بالله. حشمة عم حشمت في الحياه، لو انت صحيت من النوم عايز تنبسط هتنبسط. اللي انت من الاخر كده تظن خير في اليوم هيبقى خير، ظنيت شؤم هتشوف كل حاجه شؤم، فتفائلوا خير والله هتلاقوه، صدقوني. والله ده حقيقي. انا مبسوط والله ان انا قعدت معاكم واتعرفت على بسبوسه وعم حشمت، والله شكرا يا رندا. انا مبسوطه ان انا لعبت معاكم وتعرفت عليكم كلكم. وانا كمان دي جت على فكره بالقدر كده. عم حشمت بعت لي بسبوسه، انت عارف انتوا 3 بعتنا في نفس اللحظه، فبقينا 4 سبحان الله في ثانيه.
سبحان الله. والله نصيب. والله. مفيش حاجه صدفه، انت دايما في المكان المناسب والوقت المناسب. ما حدش بارك لي يا احمد ليه على الهديه الجديده. اللهم صل على النبي. مروحه الله أكبر، ما شاء الله جميلة أوي. مروحه وايه وكفر اللمبه، مروحه ولمبه صغيرين اهو. شوف ده اعلان، ده خلي بالكم عم حشمت بيعمل اعلان فيفتح مصنع مراوح. هيفتح مصنع مراوح وده اعلان. انا عارف هو فاهم انت، انا عارف الحركات دي. قولي واحده عمو كده، تاني واحده عمو كمان كده. عمو، يا لهوي انا بقيت عايز ابقى عمو. بقولك يا عمو، ممكن بعد نعم. ما نخلص الجولة دي نلعب جولة ثنائي؟ عادي يا عمو، يزيدنا الشرف. بس يمكن احمد عايز يلعب معاك يمكن. لا 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 اسيبكم تنبسطوا مع لا بعض. احمد كل اصلا الحب. بيحب يتمشى، بيحب يتمشى، ما الله بيحبش يقعد. أحمد، ما فيش مشاكل، خلي ماشي. ثنائي والرباعي عادي براحتكم. عمو أحمد، ايه أنا قلت لك بيكلمك انت. قلت ايه؟ مش بيتكلم عم حشمت. طب بصي اسيبك مع عم حشمت، هستناكي ماشي. ماشي. لا. أوكي. يلا ماشي. لا سيبها سيبها مش سيبها. يلا بيزود. يلا باي باي. انزلوا قلبي، كلكم شكرا يا وسيبوا لي رنا. بسبوسه. سلام يلا باي سلام. باي. تعالي تعالي تعالي. سلام. أنا بحبك أوي، عامله ايه؟ وحشتيني. وانتي كمان اخبارك ايه؟ أنا كويسة طول ما أنت كويسة يا عيوني. اصل احمد ما بيحبش يطول في جيست واحد كتير، يعني أيوة. بيحب يقعد 5 دقايق بالكتير ويمشي. هو بيقعد يتكلم مع الفولورز كتير وبعدين يروح يتكلم معاهم تاني. اصلا اكتر مره في حياته طول النهارده. والله. اه والله. المهم أنت عاملة إيه، وإزاي أخبارك، وإزاي أحوالك؟ والله انا كويسه الحمد لله، في نعمه كبيره من عند ربنا والله. دايما الحمد لله. دايما يا رب. بصي بيسالوني ده صوتك بجد ولا لا؟ صوتها والمصحف يا والله جماعه، صوتي. صوتها وطريقتها. أمال يا لو نهار عرفوا بقى نفسي نور. أعمل إيه؟